شتي واحد حرق ولادو انه كان سكران، يعني ما يمكنش. ودايما كيصوتهم، كيصوت كيضربها كيهددها. يوم الجمعة الماضية تهز إقليم شتوكا أيتباها على وقع أخطر جريمة ممكن تسمعها أو لا يتصورها الإنسان. أب اللي حرق بناته بجوجات اللي كيتعتبروا فلذات الكبد ديالو، شعل فيهم العافية حيت كانت عنده دائما خلافات مع الزوجة ديالو، وغير باش ينتقم من مراته اللي كان دائما على خلاف معها حيت السيد ديما كان كيجي سكران. وغنبداو القصة من دوار الطوس تابع لجماعة أي تعمير إقليم شتوكا أيتباها، اللي فيها واحد الأسرة متكونة من الزوج والزوجة وجوج ديال البنيات، إيناس وآية، وحدة في عمرها 4 ديال السنوات ورضيعة في عمرها 7 شهور. الجيران ديال هاد الزوجين كيشهدوا بأنهم ناس دراوش، الزوجة داخلة سوق راسها والزوج عيبو بعيد مع الجيران، ولكن ديما كيجي سكران وكيحيح على هذيك المرأة، وكيجي حتى لنصاصات الليل كيتخابط مع الحيوط باش كيوصل لدارو، ديما كيضربها وكيسبها، وشي مرات كيجري عليها ويخرجها للزنقه واخا يكون الليل. السيده ديما كتغضب وكتمشي لدارهم وتعاود ترجع على وجه هذوك البنيات. وكيف كنعرفوا المراه المغربيه ما كتفرطش في دارها بسهوله، كتحاول بجميع الوسائل أنها تصلح ما يمكن إصلاحه. الزوج دائما تيتمادى في الأخطاء ديالو رغم أن الزوجة دائما تتحاول توعيه والناس كيهضروا معاه، ولكن السيد ما كاينش هنايا، دائما الشراب والغوات والصداع والضريب ديال هذيك السيدة، لدرجة أن السيدة في واحد المرة كانت والدة بنتها الصغيرة. السيد جا سكران ما عاقلش على راسو، وجيب معاه فروج في يدو وجيب معاه واحد آخر حتى هو سكران، لاح عليه هذاك الفروج وقال ليها نوضي ديري لينا العشاء، والسيدة نفيسة يالله والدة. وشي مرة تاني فايت ضاربها بموس ليديها، يعني هذا تقدر تتوقع منه أي حاجة، ومع ذلك بقات غادية مغامرة بروحها وبروح هذوك البنيات. بقى دائما الحال كما هو عليه، وفي واحد الليلة اللي غادي تكون من أرعب الليالي اللي غادي تعيشها فاطمة الزهراء وبنياتها، اللي هو يوم الجمعة 30 في شهر 8، يعني الجمعة اللي فايته، السيد ضال غادي جاي وكيهدد باش غادي ينتحر. الجيران والزوجة ديالو غير كيساويو معاه، من بعد خرجوا بحال العادة ديالو مشى عرقها شراب، وجاي تاني غير كيتخابط مع الحيوط، وجاي معاه شي واحد اللي تيقول ليه عمي يمكن إلا ولد خوه، وباش ينتقم من مراته اللي كان دائما على خلاف معاها غادي يشد هذوك البنيات وغادي يحطهم في البيت وغادي يدير عليهم لمانط، وجاب الموتور ديالو ولاحو فوق منهم، تخو هذاك ليسانس شعل العافية وخرج، يعني في ثواني اللي قليلة غادي تشعل ديك العافية بواحد الدرجة اللي كبيرة. الزوجة كتغوت وكتقول لي خلي عليك هذوك البنيات، ما جات فين توصل لعنده حتى لقاتو قضى الغرض ودار اللي دار، وكان حتى هي باغي يسد عليها لداخل، ولكن السيدة هربت ليه من تحت دراعو وخرجات كتغوت. الجيران من يسمعوها قالوا يمكن غير لا كتغاوت معاه بحال العادة، ولكن مني شافوا العافية كل شيء غادي يخرج، الدخاخن العافية شاعلة ما عرفت فين وصلات، العافية شدات في كل شيء في هذاك البيت. واحد السيد من الجيران ديالهم دار الماسك باش غادي يدخل باش ينقذ البنات، ولكن ما قدرش يدخل حيت كانت العافية والدخان بواحد الشكل اللي كبير. بداو كيجيبوا في السطولة لعل وعسى يقدروا يطفيو هذيك العافية، ولكن المجهودات ديالهم ما جابت حتى شي نتيجة. عيطوا على البومبيه اللي كانوا جاو حتى هما بسرعة، جاو رجال الدرك الملكي اللي حضروا حتى هما باش يعاينوا الحادثة اللي كانت فعلا مؤسفة بمعنى الكلمة. خرجوا هذوك البنية الصغيرة رضيعة تخنقات وسط الدخان، يعني ماتت في هذيك الوقيته حيت ما غادي تقدرش، يعني الرية ديالها مازال صغيرة وهي مازال صغيرة، فأي حاجة بسيطة دغيا غادي تأثر عليها. والبنت الكبيرة بقات كتغوت وكتدور تما ما عندهاش منين غادي تخرج، العافية شادة ليها في الحمها. من يطفاو هذيك العافية رجال الوقاية المدنية خرجوا ديك البنيته الصغيرة مسكينة صافي اللي عطاها الله عطاه، والبنية الكبيرة هزوها داوها للمستشفى الحسن الثاني اللي بالمنطقة، ولكن غير دخلوها للإنعاش توفات متأثرة بالحروق اللي فيها. الجيران والكل كيبكي من هذاك المنظر اللي شافوا، وكيبكيو على هذوك البنيات اللي ما عندهم حتى شي ذنب، من غير أنهم تولدوا وسط واحد الجو اللي مليء بالشحنات مع أب مهمل وعديم المسؤولية. الأم في صدمة كبيرة من طبيعة الحال، ما مستوعباش داكشي اللي وقع لبنياتها، وكتبقى كتغوت حتى كتسخف، ما عقلاش على راسها. فمها بناتي جيبوا لي بناتي إيناس وآية، كنطلبوا من الله يرزقها الصبر ويكون في عوانها.
لأن فعلا المنظر ماشي سهل. الزوج من بعد الفعلة ديالو حاول يهرب إلى وجهة مجهولة، مشى كيجري وسط الأراضي الفلاحية حتى لحقوه رجال الدرك وشدوه. وأكيد العقوبة ديالو غادي تكون قاسية، لأن عقوبة إضرام النار فيها على الأقل 10 ديال السنوات، مع القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. يعني أقل حاجة اللي يستحقها هي الإعدام، وقليل في حقه. ما غاديش يبرد النار اللي شعلات في هذوك الملائكة وفي قلب الأم والمغاربة اللي تألموا على إثر هذه الفاجعة. جاي معاه هاد السيد خصو ليسانس يتحرق من الراس حتى للجسم. يشوفوه حنا ما كرهناش من هذا الشيء كامل، ولكن ما توقعناش منه هذا الشيء كامل يديروا، ولكن ربي اللي غياخذ فيه الحق. هذا الشيء اللي دار، حيت شحال من خطره كتجي غضبانه وكنردوا لها في حق بنياتها، ولكن ما عندنا ما نديروا. حنا من شفناها في هذه الحاله وكتشوف بنيات تشوفوا قدامنا ما بقاوش قد القلب ديالنا مقسح من جهه. حسبي الله ونعم الوكيل. اش نقول لك، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق يا ربي. تحرقوا في الدنيا قبل الاخره يا ربي. هادشي اللي نقول لك، الله ياخذ الحق، الله يحرقوا في الدنيا. هادشي اللي نقول لك، وخاص القانون ياخذ حقها. راه الا ما خدتش حقها هادشي لا يعقل. حقرها بزاف اخويا، حقرها بزاف. يجيبوا لها بنياتها يشوفوا مع العار بنياتها. يا درويشه مسكينه ما عارفه والو. شبو عندها سيدي، شبو عندها يا درويشه. يجيبوا لها بنياتها يشوفوهم ونطلبوا القانون ياخذ لها حق. هادشي اللي نطلبوا سيدي. فين خدامه هي وفين خدامه؟ ما خداماش مسكينه، هي ما خداماش، وانا ما كنعرفوش خدام ولا خدامش. مسكينه كاع ما كتخدم، جالسه. السبب ديال الصراع اللي كان بيناتهم ما عرفتش، انا ما ساكناش حداها، انا عمرت خالها. هاد الناس راه ماشي غنكذب عليك، هاد الناس راه من اطيب خلق الله، راه 18 عام وما ساكنين حدانا، وتيجي سكران وكنردو وكتقول. وفاش كنسول امك كنقول لها واش فاطمه رجعت، كتقول لي رجعت على ودك البنيات، علاش كترجع وصابره. وفي الاخر هو قالت ما بغيتش نفرقهم عليه، وفي الاخر هو فرقهم عليها. لا يعقل. راه الا ما خدش لها القانون حقق راه ما كاين لا القانون الاول. غنقول منو حاقرين حتى اللافان حقره. عرفتي شنو هي حقره؟ حتى الدفين ما بغوش يجيو تشوفهم وتودع حيت راه حاشا هاد الناس راه كلب وما كيتحركش. عباد الله كلب. عرفتي شنو هي كلب؟ ما تيتحركش باش يحرق وجه بنات. وحده عندها 7 شهور وحده عندها 3 سنين. راه باقي لها مأطرين. انا وجارتهم وصافي مصدومه. ما بالكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء اللي غنقول اخويا. وعند هذا الشيء اللي نزيد ناكد انه هذاك السيد كان معاه وخلاوه الجندارم خرج ومشى ودا الخدامه، واصلا كان غيقتل رواح اخرين لحقاش كان سكران. وراه مازال راه كان سكران وخلوه مشى. سير وصل الخدامه ورجع باش توصل الارواح. مازال ارواح اخرين تقدر تقتلهم وخلوه ومشى عند الوكيل. حتى كان بينزلوا الوكيل معاه وشو الله اعلم اش كاين تماني وخلوه خرج. شنو وقع؟ عاودينا. المهم هو ديما كيكون سكران معاه، ديما معاه ديما عند مريم. ديما كيكون سكران معاه بزاف المرات ماشي. وكيدخلوا عندها للدار. واش ممكن تدخل واحد برا ندخلوا عندك للدار تبقى سكران انت وياه قدام ولادك والدراري صغار، ما تخلي لا ينعسوا ولا والو. راه حشومه بزاف هادشي، والله الا حشومه بالله. تحرقهم بالعافيه، تلوح لي من المان، تخولي سانس، طيح لي ماريو، وتشعل عليهم العافيه. راه بزاف هادشي. والموطور راه بزاف. هو اصلا كان عينو فيها حتى هي يحرقها معاهم، ولكن من جات راسها راه نجات راسها الحمد لله. وكان مع هذا كان ممكن ينقذهم، ولكن راه كيبان لي بحال التعاون معاه في هذا الجريمه.